هاي يا بنات، تعالى اقول لكم عيد جوازي قرب وحبيت كده اروق على نفسي وارجع كده ذكريات بقى وانا عروسه جديده كده. وحبيت اعمل كده حمام مغربي في البيت بطريقه بسيطه وكمان بامكانيات بسيطه جدا. جبت اللي هو الكريم المغربي او الحمام المغربي، بتلاقيه عند العطارين سعره رخيص خالص. ببدأ كده يعني اخد شاور سخن علشان افتح المسام. دي اول حاجة. بعد كده بدهن جسمي من الكريم ده واسيبه لمدة 5 دقايق، واجيب بقى الليفة بتاعتي سواء كانت ليفة مغربية او اي ليفة عندي. ببدأ بجد والله نتيجة فورية. ببدأ بقى بحركات دائرية كده على الأماكن اللي فيها سواد. كمان عايزة أقول لكم ريحة الكريم ده ريحته حلوة قوي قوي، يعني بتلزق كده في الجسم. بيبقى ريحتك أكنك بالظبط في برفان وفي ترطيب وفي يعني كل حاجة حلوة كده هتلاقيها في الكريم ده، أو بالطريقة اللي أنا قلت لها اللي احنا بنعملها دلوقتي. بعد كده بعمل بحركات دائرية بالليفة، سواء كانت ليفة عادية أو ليفة مغربية. طبعا الأفضل لو ليفة مغربية. بصوا الفرق والله يا بنات، انا ما فصلت الكاميرا. فرق بصوا فوري، فرق تبييض فوري، تبييض في لحظتها. حلو جدا. كمان عايزه اقول لك سعره مش غالي. وكمان انا عملت يعني يعتبر حمام مغربي، يعتبر ببلاش. تنعيم، ترطيب، كمان ريحه خيال. بصوا يعني نتيجة حلوة قوي. كل السواد وكل البقع وكل المشاكل دي كلها بيزيلها فورا. يعني نتيجته فورية بجد. يعني اقسم بالله انا فعلا ذهلت من النتيجة، لان انا بقالي فترة ما جبتهوش، وفعلا نتيجته حلوة قوي زي ما انتم شايفين كده. بجد انصح كل عروسة واي سيدة متزوجة انها تعمل الحمام ده. مش هيكلفك اي حاجة، وكمان هيعيد شباب بشرتك وشباب جسمك، اكنك بالظبط عروسة في ليلة فرح. بعد كده يا بنات شايفين النتيجة اهي، النتيجة معاكم اهي. طبعا الكاميرا انا عندي كاميرا التليفون مش حلوة، بس بجد اقسم بالله نتيجة مذهلة. بياض